موضوع النهارده تم ترشيحه من حد من الفانز. لأول مرة في حياتي يكون عندي فان لا تعرفني ولا اعرفها ويعجبها الكونتنت اللي انا بقدمه. بصراحة لولا الانسبيريشن بتاعها لحلقة النهارده ما كانتش هتطلع بالمنظر ده. فانا حابب بجد اشكرها واقول لها مليون ثانكس، ويا رب افضل اقدم الكونتنت اللي يعجبكم كلكم. الانتقام. الانتقام طبق شهي يؤكل باردا. عشان نعرف احنا بنعمل كده ليه لازم نعرف الإحساس ده بيجيلنا إمتى. أحاسيس الانتقام عادة بتكون موجودة جوه متلازمة الصدمة، تحديدا في مرحلة من اتنين: يا إما الغضب يا إما التفكير. في حالة الغضب فأنا بنفذ، وفي حالة التفكير فأنا بخطط عشان أنفذ. ومعنى إن أحاسيس الانتقام تفضل موجودة جوانا معناها إن إحنا ما تجاوزناش الصدمة دي، وإننا لسه عايشين جواها وما وصلناش لمرحلة الإدراك. هسيب لكم اللينك بتاع حلقة الصدمات في أول تعليق. أنا ممكن أتأذي في شغلي، في بيتي، في حياتي، من مديري، من زمايلي في الشغل، من عميل نصب عليا، من أصحابي، من أهلي، من البارتنر بتاعي. طب أقول لك، أنا ممكن أتأذي من حد ما أعرفوش أصلا. أصل طول ما إحنا بنعامل بني آدمين طول ما إحنا معرضين للأذية. منطقي بقى إن أنا أنتقم من كل واحد أذاني؟ أكيد لأ. أمال إمتى بتسيطر علينا فكرة الانتقام؟ الانتقام إحساس سلبي بيسيطر علينا نتيجة إحساسنا بالاضطهاد في موقف معين، أو أحيانا أذية نفسية مخنا ما قدرش يستوعبها، وأحيانا خيبة أمل بره حدود التوقعات، وأكيد في غيرهم. المهم إن الانتقام ده بيكون الديفنس ميكانيزم اللي مخنا بيعمله عشان نعرف نكمل حياتنا. لازم كمان نفهم أنواع المنتقمين عشان نعرف إحنا فين. لو جينا نصنف المنتقمين هنلاقيهم نوعين. النوع الأول نوع بينتقم من كتر إحساسه بالوجع، وده أسبابه في الانتقام بتكون معروفة. والنوع التاني بقى بيبقى هو اللي أذينا وهو اللي ظلمنا وبرضه عايز ينتقم. النوع ده بيكون عايز ينتقم مننا عشان مش متخيل إن أذيته لينا مأثرتش فينا. وده نوع بيكون محتاج تصحيح لبوصلة الإدراك، أو بيكون مريض محتاج يتعالج. إحساس الانتقام لو استمر المدة الطويلة بيتحول لهدف أنت عايش عليه. بس خليني أقولك إن ده هدف سلبي بيدمر كل أهداف حياتك. نصيحة: ما تنتقمش. هتقولي صعب، هقولك موافق. بس خليني أغششك حاجة صغيرة بتقول إيه: سليب ونت. يعني إيه؟ نام عليها. بمعنى ما تنفس وما تخططش وما تفكرش. استنى يوم واتنين وتلاتة، اسبوع اتنين تلاتة، المدة اللي تحس انك هديت بعديها. وقابل تتناقش بذهن صافي، قابل تفتح ودانك عشان تسمع. اوعى تفتكر انك لما تنتقم هترتاح، بالعكس، ده انت هتفضل عايش عمرك كله بالذنب ده. ومتعة الانتقام لو دامت يوم مش هتدوم اسبوع، وتفوق على تأنيب الضمير والإحساس بالذنب. أصل الانتقام صفة إلهية مش صفة بشرية. سيب اللي انت عايز تنتقم منه ينتقم من نفسه. سيبه يشنق نفسه، هيعمل بإيده نفس اللي عمله فيك. وإذا هو ما عملوش هيجي حد تاني ويعمل فيه نفس اللي اتعمل فيك. سيبه كل أزمة يمر بيها يقول ده ذنبك. سيبه عشان لما تقابله تاني وتحط عينك في عينه تشوفه وهو متداس على وشه من انتقام ربنا فيه. سيبه، لأن أقوى أنواع الانتقام إن يتجاهلك كأنك لم تكن. لأنك ما تسواش تاخد مساحة من تفكير. في الآخر خلينا مؤدبين في انتقامنا. خلينا متأكدين إن اللي حصل لنا ده ترتيب إلهي، وإن ده أحسن حاجة لينا. إحنا بننتقم بسبب قصور في شخصياتنا وعدم قدرتنا على التحكم في مشاعرنا، وهزة في يقيننا إن حقنا هيجي. ما تنتقمش. سلام.